آزرة في هذا اليوم الكبير. نحن أمام مباراة كبيرة هنا، الشعور والأجواء وهذا الشحن يخلينا متحمسين لهذه المواجهة. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. الجزائر ضد بوركينا فاسو. بوداوي، تمريرة خلف المدافعين. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. عطال، الآن يغير اتجاه اللعب للجانب الآخر. هنا محاولة جيدة، تحكم غير عادي بالكرة، يرسلها عند القائم البعيد. هذه لعبة خطيرة، الآن ممكن يسجل. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. مرة أخرى يثبت الفريق أنه رائع جدا في التحول السريع من الدفاع للهجوم. الجزائر عندها الاستحواذ، لكنه لم يترجم هذه السيطرة إلى فرص خطيرة على المرمى. عطال في كرة ممتازة على الجهة اليمنى. عطال في كرة خطيرة إلى الأمام، عرف كيف يمر. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كان له الكلمة الأخيرة. تراوري يرفض الاستسلام أمام هذه القوة البدنية. يا لها من موهبة. تراوري يلعب تمريرة عرضية. تمريرة بدون عنوان. تابسوبا، تراوري، الإنهاء لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا. تراوري يعرف أنه أهدر فرصة لا يمكن أن تعوض بسهولة. نتيجة سلبية مع اقتراب الشوط الأول من نهايته. بن سبعيني بحاجة إلى الفوز اليوم لمواصلة المشوار. هل تمر الكرة؟ يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. كان يحاول الدوران، لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. والعرضية، تمريرة بعيدة بدون خطورة. وانتهى الشوط الأول. أكيد كل فريق يشعر بأنه بحاجة إلى أفكار جديدة الآن من أجل التغلب على دفاع الخصم وتسجيل هدف الافتتاح. انتظرنا الهدف الأول في الشوط الأول، لكنه غاب. على بعد شوط وحيد لمعرفة من سيتأهل في هذه المجموعة الصعبة. واضح أن هناك حذر كبير يطغى على النتيجة السلبية. رياض محرز، رياض محرز، جول! وأخيرا يأتي الهدف في هذه المباراة. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. الجزائر سجل الهدف الافتتاحي المهم جدا في المباراة.
تمريرة جميلة. الله على اللمسة، وصلت إلى المكان المناسب. انطلاقة كانت جريئة، لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. اسمح لي القول كان أنانيا بعض الشيء هنا. أكيد لن يتمكن من التفوق على الدفاع بمفرده. عليك أن تعرف متى تلعب بشكل جماعي ومتى تعتمد على الفرديات. جاهز في الاستلام، تمكن من المرور، دقة كبيرة متناهية في التمرير. محرز يضيف اسمه لشريط الأهداف هنا. تدخل بدني من أجل استعادة الكرة من جديد. يقظة في استعادة الكرة. على المدرب أن يحاول الحفاظ على التوازن في الملعب. لا أقول أن يدافع عن النتيجة، لكن التوازن مطلوب حتى لا يستقبل أي هدف. الجزائر وللتذكير نجح في التسجيل من بداية الشوط الثاني. هدف مقابل لا شيء الآن. تراوري، حلوة هذه التمريرة. توغل، يلا جول. يا إلهي، هذه الأهداف اللي نبغيها، هذه الأهداف اللي نحبها. يا سلام على الروعة. لعبة جميلة جدا، مهارة عالية، تنفيذ أجمل، نهاية غير عادية. التفوق واضح، الأهداف تتواصل، الهجوم رائع في مباراة كبيرة. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. ضغط قوي هنا وقوة بدنية واضحة. لوحدة بمجهود فردي، تحرك، إبعاد الكرة مطلوب هنا. الكلمة الأخيرة هنا كانت للدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. تابسوبا قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. بوداوي، انتهت المباراة. تحقق الهدف هنا بضمان التأهل والتواجد في مرحلة خروج المغلوب. كان واضح أن عند الفريق خطة صلبة في الملعب، وكان واضح أيضا التركيز على تحقيق الانتصار. اللاعبون أظهروا نضج كبير جدا في التعامل مع معطيات هذه المواجهة. شكرا جزيلا على مشاهدتنا، وتنتهي هكذا تغطية لمباراة الليلة. Please put your hands together, everyone, and give our boys a round of applause for a job well done.